طيب بص هي اهي. استني عشان انا هبعت لك بس تمام، بص انا كشفت، هي عمرها دلوقتي حوالي 50 لازم يوم. لازم تفتحي الكاميرا، مش باينه عندنا هنا. اه ثانية بتقولي واحدة. شكرا على ثانية على واحدة بس ظاهرة عندي. ثانية واحدة هطلعها لك في النور شوية. ممكن تحطيها في الارض عادي وتخلي الكاميرا بس، تخلي الكاميرا مركزه عليها بس. تمام، انا بحاول. لا، في الارض هتخش تحت اي حاجة، تحت الكنب الكلام ده. بص انا اول ما نزلت طبعا اخواتها كلهم اللي كانوا معاها كويسين جدا وفتحوا تمام. دي الوحيدة اللي اتأخرت، فعرضتها على الدكتور قال لي هي ما عندهاش قرنية اساسا. يعني هنا اوريدي مفيش قرنية للعين، ولا يعني هي ماشية على صوتي بس في الشقة دلوقتي. يعني هي عندها اعاقه؟ اه إعاقة. هي نوعها ايه؟ جيرفون. امم. فأنا المشكلة إن أنا يعني أنا عندي غيرها، يعني أنا عندي 3 تاني في البيت كبار، دول عايشين معايا بقالهم كتير ومامتها موجودة معايا. فأنا خايفة أديها لحد. يعني أنا مش عارفة، حاسة الناس، في ناس ساعات بتاخد الكلاب تقعدها شوية وبتبقى بتشوفه كل حاجة بس بتزهق، وفجأة تقول لك لا اصل انا مشيته، لا اصل البيبي بتاعه، لا اصل مش عارفة اتحكم فيه. دي بالذات طبعا ما طبعا. ينفعش، دي عايزة عناية خاصة. وغير كده هي هتعيش مع شخص خلاص هتتعود على صوته وبتبقى واخدة على البيت وكل حاجة والكلام ده كله. مظبوط مظبوط. فهي دي طيب. المشكلة عندي، وفي نفس الوقت مش عايزاها تكبر أكتر عندي، يعني تاخد وقت مثلا شهر شهرين 3 عندي، بحيث إن هي تتعود عليا أجي أنقلها لحد تاني. تبقى برضو مش مركزة معاه، أو تتعب مثلا ما تمنع أكل تمنع شرب حاجة زي كده. هي طبعا الحمام بتعمله في اي حته طبعا لسه. اه طبعا، ومش عارفة طبعا أوريها الحاجة ديت، يعني إن هي ممنوع تعملي هنا والكلام ده كله. انت اصلا الكلاب عندك بتعمل حمام فين؟ في التواليت. مم. لكن هي أنا يعني بمنظرها والحالة اللي هي فيها، أنا الصراحة يعني سامحة لها، اعملي مش مشكلة، أنا هنضف وراكي، يعني كفاية اللي انت فيه. تمام. هي الكلبة مبدئيا اللي هياخدها يكون عارف ان هو هيتعب معاها شوية في موضوع الحمام. يعني الا بقى لو هي معرفش هي ليها طريقة ان هي ممكن تتدرب، بس هتتدرب ازاي؟ يعني اظن الكلب بيبقى لازم لا، يشوف هتتدرب على فكرة. الكلب، لا، الكلب الكفيف بيكون عنده الحواس كلها التانية شغالة بيرفكت. هي عايزة اقول لك بسم الله ما شاء الله، عارفة مكان الاكل، عارفة مكان المية، عارفة مكان كل حاجة، وعارفة مكان الشقة نفسها، يعني ما بتحاولش تتخبط في حاجة والكلام ده كله. بس هو موضوع البيبي دوت يعني صعب شوية. طيب حضرتك بتأكليها ايه؟ يعني انا بص ممكن الصبح اقوم بيضه اهرسها خالص. بعد كده ممكن حته كبده فراخ مثلا اسلقها بجزره بكوسه واخليها لها يعني شويه ميه كده، يعني سايله ما تندخش فيها لان اسنانها لسه بتطلع. يعني بحاول ان انا اخلي الاكل هيلثي شويه. تمام. انت فطمتيها ولا لسه بترضع؟ هي اوريدي مامتها لانها جالها حمى النفاس ديت، فاتمنعت من الرضاعة والكلام دوت، فانا بضطر ان انا كنت اكلها يعني خلاص. هي بنت ولا ولد؟ لا بنت. تمام. انت قلتي لي عمرها قد ايه؟ 50 يوم. بص هما يعني اتولدوا يوم 24 الشهر اللي فات، مم. يوم 24. اسمها ايه بقى؟ انا مسميها بسبوسة. بسبوسة، ما شاء هي الله. بص العوبة، هي ما هي بتحبش حلويات. تقعد ساكتة هي خالص. حلويات فعلا. اه يعني ليها حالة كده خاصة وليها لعب خاص معاها كده. ما شاء الله عليها. طب هي واخدة تطعيمات حشرات؟ لا، انا الدكتور اللي انا كشفت عنده قال لي اصبري عليها تقفل بس ال60 يوم، عشان هي يعني ممكن جسمها يكون ضعيف شوية دلوقتي. 60 يوم وطعاميها. تمام. فانا بحسب لها ان هي ممكن تكون دلوقتي يعني ممكن كام يوم كده وطعامها. معروضة للتبني يا مريم. اه. أم، يعني هي يعني ما حتى عندهاش. حتى بص انا اول ما اتولدت انا بقيت ابص في وشها، تحس ان بص مناخيرها غير بقيه اخواتها، مناخيرها متطبعه قوي. ديلها يعني يعتبر ما فيهاش ديل اساسا حاجات غريبه كده.
مريم بتقول لك ممكن نشوف وشها. تمام. هي كفيفه يا مريم، ما عندهاش عين بصي موجوده. هي كفيفة ما بتشوفش. هي بص هي شقية جدا، ما بتقعدش يعني. طفله طفله. يعني سبحان الله ربنا واخد منها حاجة بس مديها نشاط، بسم الله ما شاء الله حلو. يا بخت اللي هياخدها دي بجد. بصي انا بحاول اجيب لك وشها اهي. طيب المكان فين يا انا في الغردقة. الغردقه؟ طب انا مم. هقول لك تصدقي وتؤمني بالله. ونعم بالله. لسه واحده امبارح كاتبالي كومنت على كلبين شواوا، تمام. يعني يعتبر نفس الهيئه كده، تمام. بس بتقول لي المشكله ان انا في الغردقه. قلت اه لها ان شاء الله هيجي لنا كلب تكون حاله في الغردقه ويبقى من حظك ونصيبك. تمام. انا ممكن ان انا يعني ليا واحدة زميلتي هنا، لو انتوا في القاهرة موجودين في القاهرة. بس هو يعني الناس بتطلب من جميع المحافظات، ممكن اسكندريه، ممكن القاهره، ممكن. انا قصدي لو هي انتوا متواجدين مثلا في القاهرة، حضرتك متواجد اللي هتسلم مثلا الكلبة لحد، انت متواجد في القاهرة. انا ليا زميلتي بتسافر القاهرة يعني، فانا ممكن اديها لها توصلها لك، يعني نتواصل ان احنا نوصلها باي طريقة. تمام. بس انا عايز افهمك حاجه، هو مش انا اللي بتابع، ومش انا اللي بوصل، حتى مش انا اللي بتكلم مع الناس. انا كل تمام. اللي انا بعمله ان انا باخد الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي عن الحيوان بتاعك، بعمل لها مونتاج تمام. وبقصقص الحته اللي ملهاش، وبعد كده بعرضها على جميع المنصات بتاعتي، يوتيوب، فيسبوك، تيك انا توك. متابعة حضرتك، انا متابعة حضرتك على اليوتيوب، بشوف فيه حالات بتعرضها وكده، فاول ما لقيتك الصراحة فاتح قلت لا، فرصة الحمد لله يعني اخش واتكلم مع حضرتك. ربنا يخليكي، دي كده كان شرف ليا، ده انا ربنا يعني كفايه ان يعزك. انا شفت بوسه بس. ربنا يخليك. طيب يعني هو الفيديو ده اهم مثلا. حاجه، بس اهم حاجه معلش هقاطعك، اتفضل. تتابعي الكومنتات بتاعتها على الفيديو.